بعد ما فتحنا في الجزء الأول باب بين اللوحة والكادر، جه الوقت للجزء التاني عشان نتأمل ازاي السينما قدرت تدي الحياة لجماد. متنسوش الاشتراك عشان يوصلكم الحلقات الجديدة، ويلا بينا نبدأ. فيلم جينكو اند تشيد للمخرج كوينتين ترنتينو اللي نزل سنة 2012 واخد إلهامه من اللوحة المشهورة باسم ذا بلو بوي أو الولد الأزرق للرسام الإنجليزي توماس جينسبورو، واللي رسمها سنة 1770. اللوحة دي بتعتبر واحدة من أشهر الأعمال الفنية اللي بتظهر فخامة وأزياء الطبقة الأرستقراطية في القرن ال18، لكن هوية الولد اللي ظهر فيها لسه موضوع للنقاش، يعني محدش متأكد مين هو بالظبط. في الفيلم جينكو اللي بيجسده الفنان جيمي فوكس بيبدأ رحلته كعبد، لكن بعدين بيحرر نفسه وبيبدأ حياته كراجل حر، وهنا بيبدأ لبسه يتحول ويبقى شبه لبس الولد اللي في اللوحة، بمعنى انه بيبدأ يعبر عن شخصيته الجديدة والهوية الحرة اللي اكتسبها. فيلم ذا ترومان شو سنة 1998 للمخرج بيتر وير بيستمد إلهامه من عالم الرسام السريالي رينيه ماجريت، وتحديدا من لوحته الهندسة المعمارية في ضوء القمر اللي رسمها سنة 1956. الفيلم بيحكي عن ترومان، راجل اتربى طول عمره في مدينة مزيفة بالكامل، مش عارف ان كل الناس حواليه ممثلين، وان حياته بالكامل عبارة عن برنامج تلفزيون بيتذاع للعالم من غير ما يعرف. في لحظة فاصلة ترومان بيبدأ يشك وبيقرر يواجه الحقيقة، وبيفر من العالم الوهمي اللي اتخلق له من غير إرادته. بيبدأ رحلته للخروج من الاستوديو الكبير اللي عاش فيه طول حياته. بيوصل في الآخر لمشهد أيقوني وهو بيطلع سلم أبيض كبير وسط سما زرقاء هادية، وبيفتح باب بيؤدي للعالم الحقيقي. المشهد ده مستوحى بشكل مباشر من لوحة ماجريت، واللي فيها سلم أبيض بيبان كأنه بيطلع للسما في جو حالم وضوء قمر خافت. اللحظة دي، لحظة طلوع السلم، كانت لحظة تحرر من الوهم للواقع ومن السيطرة للحرية. فيلم سكريم للمخرج ويس كرافن واحد من أهم أفلام الرعب في التسعينات. الفيلم استلهم بشكل مباشر شكل القناع الشهير اللي بيستخدمه القاتل من لوحة الصرخة للفنان النرويجي إدفارد مونك. اللوحة دي اترسمت سنة 1893 وبتجسد لحظة صدمة وخوف هستيري، وجه غامض بيصرخ وسط خلفية مشتعلة بألوان أحمر وأصفر كأن العالم حواليه بيغلي. نفس الإحساس ده بالظبط هو اللي حاول كرافن ينقله في فيلمه من خلال قناع جوست فيس. الجميل هنا إن مش بس الشكل هو اللي متأثر باللوحة، لكن كمان الإحساس اللي بتوصله، توتر، خوف، وهلع، كأن الفيلم ترجم حالة الصرخة لحركة وصوت، وخلى الخوف أو الرعب يخرج من إطار اللوحة. فيلم شيرلي فيجنز اوف رياليتي سنة 2013 مش مجرد فيلم، ده كأنه معرض فني متحرك مهدى بالكامل للفنان الأمريكي الشهير إدوارد هوبر. المخرج جوستاف دويتش قدر ينقل 13 لوحة من لوحات هوبر للواقع، وكأننا دخلنا جوه اللوحة وعشنا تفاصيلها. من أبرز المشاهد في الفيلم لقطة البطلة شيري وهي واقفة وساندة ظهرها على الحيطة في لقطة شبه طبق الأصل من لوحة نيويورك موفي، واللي بترسم مشهد لبنت شغالة في دار عرض سينما باين عليها الملل والشرود. المشهد ده زي أغلب لوحات هوبر بيعبر عن حالة من الوحدة واللامبالاة والروتين. شيرلي في اللحظة دي مش بس شبه البنت اللي في اللوحة، لكن كمان بتعيش نفس الإحساس، كأن الفيلم بيقول لنا إن المشاعر دي مش محصورة في اللوحات، دي حقيقة وعايشينها، وكل مشهد هو لوحة بتتكلم. مشهد السجناء وهم بيلفوا في دايرة مغلقة في فيلم كلوكوك أورنج للمخرج ستانلي كوبريك العبقري. المشهد ده استلهام مباشر من لوحة رسمها فان جوخ سنة 1890 بعنوان دوران السجناء أو Prisoners Round. اللوحة بتصور مجموعة سجناء بيلفوا في دايرة جوه ساحة ضيقة، كلهم نفس الملامح، نفس اللبس، نفس الخطوات، كأنهم فقدوا أي معالم للهوية. كوبريك نقل نفس التكوين بالظبط في الفيلم. المشهد بيخدم فكرة الفيلم الأساسية، إنك تقتل إنسانية الشخص باسم الإصلاح. زي ما السجناء في لوحة فان جوخ تايهين جوه دايرتهم، أبطال كوبريك كمان محبوسين جوه نظام بيمنعهم حتى من إنهم يختاروا يكونوا أشرار بإرادتهم. اللوحة كانت صرخة مكتومة من فان جوخ عن العزلة والاختناق، وكوبريك حولها لصورة متحركة تنطق بنفس المعاني وبصوت عالي وصادم. لو الحلقة عجباكم وشايفين انها مفيدة، دوسوا اشتراك وفعلوا الجرس وخلينا نكبر مع بعض، دعمكم هو اللي بيشجعنا. فيلم ذا لايت هاوس للمخرج روبرت إيجرز كله رموز وهلاوس وسرجالية، بس من بين كل الصور الغريبة اللي بنشوفها في الفيلم في مشهد معين بيستدعي على طول لوحة رمزية شهيرة اسمها هيبنوسيس أو التنويم المغناطيسي للفنان ساشا شنايدر سنة 1904. في المشهد ده بنشوف روبرت باتنسون واقف قدام ضوء المنارة، عينيه واسعة، مبهور ومشدود كأنه مش بإرادته، وكأنه الضوء ده بيبلعه تماما، بالظبط زي الراجل اللي في لوحة شنايدر واللي باين عليه الذهول التام وكأنه فقد السيطرة على نفسه. الاتنين، اللوحة والفيلم، بيحكوا نفس الحكاية، الانجذاب اللي بيقلب لافتتان، والافتتان اللي بيقلب لرعب وجودي، كأن في قوة أكبر منك بتجذبك تسيطر على عقلك وروحك وتحس معاها إنك بتفقد نفسك تدريجيا.
في نسخة نوسفيرتو الجديدة للمخرج روبرت إيجرز سنة 2024 الصورة السينمائية نفسها تحس إنها طالعة من لوحة رومانسية قديمة، بالذات من لوحة شهيرة جدا اسمها المتجول فوق بحر الضباب، رسمها الفنان الألماني كاسبر ديفيد فريدريش سنة 1818. بنشوف شخصية واقفة لوحدها على حافة مشهد طبيعي ضخم قدام ضباب كثيف وسحب متراكمة، نفس وضعية الراجل في اللوحة، ظهره للكاميرا واقف على صخرة عالية وبيبص للمجهول اللي قدامه. الإحساس هنا هو مزيج من العزلة والغموض والانبهار بجمال الطبيعة اللي تحسها ساحقة ومهيبة في نفس الوقت. اللقطة دي مش بس شبه اللوحة في التكوين، لكن كمان في الإحساس، رومانسية قاتمة، وحدة بتقرب للجنون، نظرة حالمة للكون اللي أوسع بكتير من قدرة البني آدم على الفهم، وده كله بيخدم بشكل عبقري الجو القوطي والغامض للفيلم. فيلم ذا اكزورست سنة 1973 للمخرج ويليام فريدريك بيستلهم من لوح ذا امباير اوف لايتس للفنان رينيه ماجرت. في اللوحة دي بيظهر المشهد النهاري والليلي في مشهد واحد، شارع مضيء تحت سماء مظلمة، نفس التناقض ده بين النور والظلام بنشوفه في الفيلم، اللي بيستخدم اللعب بين الظل والنور وعشان يعكس الصراع بين الخير والشر والحقيقة والوهم. الاستلهام ده بيضيف بعد سريالي وغامض للفيلم، وبيخلي تجربة المشاهد أكثر إثارة وتأملا في مفاهيم الواقع والخيال. ليوناردو دي كابريو في مشهد من فيلم ذا ريفننت للمخرج إليخاندرو جونزاليس إناريتو سنة 2015 بيقف قدام هرم مكون من جماجم جاموس. الفكرة كانت رمز للإبادة للسكان الأصليين للولايات المتحدة، كمان انقراض الجاموس بسبب الصيد المفرط من المستوطنين البيض، وده استوحى بشكل مباشر من اللوحة الشهيرة أبوثيوسيس اوف وور للفنان فاسيلي فرجاشن سنة 1871، واللي بتدي لمحة مرعبة وشديدة التأثير عن شكل المشهد لو كانت الجماجم دي بشرية بالفعل مش جاموس. الصورة دي بتعبر بقوة عن مآسي التاريخ وانتهاكات البشر اتجاه بعضهم البعض. فيلم هيت سنة 1995 من إخراج المخرج مايكل مان، واللي بيحكي قصة مجموعة لصوص محترفين بيبدأوا ينهاروا بشكل كبير بعد ما سابوا دليل غير مقصود في آخر عملية سرقة ليهم. الفيلم مهم جدا لعشاق أفلام الجريمة وبيجمع الأسطورتين الباتشينو وروبرت دينيرو مع بعض في مشهد متأثر بلوحة باسيفيك للفنان أليكس كولفيلد. في الفيلم وفي اللوحة بنشوف راجل بيطل على المحيط وجنب الترابيزة مسدس، واللوحة دي واللي بتعبر عن العزلة والعنف الكامن بتتناسب جدا للمشاعر والتوتر اللي بيتناولها الفيلم للبطل. في النهاية لو حب تلهم الكادر والمشهد بيكمل النغمة البصرية بإحساس وحكاية. السينما مش بس بتقتبس من جمال اللوحات، لكنها بتهبها روح وحركة ونبض بيعيشنا جواها ولو لحظة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. استنونا في الحلقة الجاية. سلام.